سلام الله عليكم متابعي الكرام، سررت بلقائكم مجددا في هذا العرض الإخباري، وهذه أبرز تفاصيلها. قضت ابتدائية الجديدة عشية يوم أمس الأربعاء بسنة حبسا نافذا في حق اليوتيوبرز سيمو البرقادي، مع أدائه لغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال ومؤاخذته من قبل وكيل الملك بجنحة نشر وبث ادعاءات كاذبة والقذف والتشهير والإخلال العلني بالحياء. وكانت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة قد تمكنت في وقت سابق من شهر نوفمبر المنصرم من توقيف اليوتيوبرز سيمو البرقادي بعد شكاية تقدمت بها سيدة متهمة إياه بالسب والشتم والتشهير والمس بالحياة الخاصة. ومن جهته استنكر شقيق اليوتيوبرز البرقادي متابعة شقيقه في حالة اعتقال، رغم أنه يتابع بجريمة تبادل السب والشتم فقط، بينما لم يتم اعتقال المشتكية، متهما عائلة اليوتيوبر الشهير إلياس المالكي بالوقوف وراء هذه الواقعة لانتزاع تنازل عن قضية الاعتداء التي يتابع فيها ابنها بالقوة، وهو ما نفته المشتكية جملة وتفصيلا.